تمام. لو جينا نتكلم عن الجيت ريسيت، قال لك هنا مثلا لو انا عندي ملف عدلت فيه وضفته على الستaging اريا، بل ومش كمان مش ضفته على الستaging اريا، كمان عملت كومنت. لو جينا نعمل ان staging مش هينفع. ازاي؟ يعني انا لو جيت هنا مثلا، انا دلوقتي فين؟ ضايف الاثنين دلوقتي في الايه، في الوركينج دايركتوري. لو جيت هنا خلاص انا عايز اعمل هنا جيت اد واضيف تيست 3 مثلا دوت تي اكس تي. حلو، انا كده ضفته على ايه؟ على الستaging اريا. كمان هعمل له كومنت، اقول له مثلا جيت كومنت داش ام، واقول له اد تيست 3. تمام. انا هنا الموضوع مختلف عن ان ستيجنج. انا هنا مش مجرد حطيته على الستيجنج اريا، لا انا كمان ضفته وعملت له ايه؟ كومنت. يعني خلاص يعتبر كده ايه بالنسبه لي؟ جيت شايفه احدث كومنت ليها وهو ايه؟ الكومنت ده. قال لك انت ممكن تستخدم هنا جيت ريسيت علشان نتخلص من الكومنت اللي انا عملتها. تمام. طيب في كذا طريقه اقدر اتعامل معاها هنا. قال لك هنا عشان تتخلص من الكومنت في ميكانيزم بنشتغل بيه، وهو ايه؟ ان انا اعمل جيت ريسيت. لو جيت تلاحظ حاجه، انا ببقى واقف على ايه؟ على الهيد ده هو البوينتر اللي بيبقى واقف عليه. طيب حلو، انا ببدا احذف ازاي؟ تعال نشوف نظام الحذف ونبدا نشوف الموضوع هيتم ازاي. اقول لك هنا جيت ريسيت للهيد، تعمل شيفت زد هيظهر لك العلامه دي، وبحدد هنا رقم. تمام. ولو جيت عملت هنا كده، حلو، عايز اعمل جيت ستيتس. انا دلوقتي في اخر حاجه تفتكرها ايه؟ ان انا سبت فايل 4 سبته في الوركينج دايركتوري وتيست 3 قصدي، ولما عملت له كومنت هنا المفروض دلوقتي يكون في الكومنت، ولما عملت ريسيت المفروض ابدا اشوف فين؟ في الستaging. لو عملت جيت ستيتس جيت ريسيت مع الهيد بترجع خطوتين، مش بترجع خطوه واحده بس. يعني ايه؟ يعني الملف 3 ده بتعمل له كومنت، لا انا مش كمان هرجعك الستaging اريا، انا هرجعك الوركينج دايركتوري. تمام. بتتم ازاي بقى؟ عن طريق لو انا جيت هنا قلت لك ان انا عندي الهيد بيبقى مشاور فين؟ تعال نشيل ده خالص. انا قلت لك ان انا عندي الهيد هنا بيشاور ده. تمام. ولو جيت تلاحظ ان الكومنت كان عباره عن ايه؟ ان انا بقول له جيت، بقول له جيت ريسيت هيد، وهيد دي ببدا اقول له ايه؟ عدد، ايا كان إيه هو العدد. العدد ده هو عدد الكومنتس اللي انا هحذفها، مش هو ده بس. يعني دلوقتي هنبدا نشوف العدد ده، بس لو جيت تلاحظ انا قلت لك جيت ريسيت للهيد، والهيد ده هو البوينتر اللي واقف على اخر ايه؟ كومنت. طيب حلو، لو انا كتبت هنا قلت له 2 3 هيبدا ياخد هنا 1 2 3، احذف لي الثلاثه دول على طول. وبالتالي الكوميت بتاعك هيكون ايه؟ الماستر او الرئيسي هيكون فين؟ على كوميت واحد. فده تفسير للكوميت ده. دلوقتي احنا قلنا دلوقتي ان احنا عايزين ايه؟ نحذف الكوميت. بس خلي بالك طريقه الريسيت هنا ليها 3 طرق مختلفه. اول طريقه اللي قلنا عليهم دولت، او اللي قلنا عليها، اللي هي ان هو بيحذفها مش من الكوميت ويرجعها للستaging اريا، بل بيرجعها للوركينج دايركتوري، يعني بيرجعه خطوتين. تمام. وعرفنا ان العدد ده عباره عن ايه؟ عدد الكومنتس اللي انا عايز احذفهم. وليكن حددت 3 4 5، بيبدا يحذف من الهيد، يعني الستارت بتاعه من الهيد، وبيبدا يرجع 5 كومنت. تمام. حلو. دي اول حاله من حالات الريسيت. في حاله تانية، لو انا جينا هنا مثلا وعملنا ايه؟ جيت لوج. حلو. انا عندي كام هنا؟ انا دلوقتي شغال على الماستر، وعندي انا 1 2 3 4 5 6. طيب بقول لك ايه؟ ما تيجي نحذف دلوقتي الاثنين كومنت اللي موجودين دولت. اقول لك بسيط، هتيجي هنا تقوم انت عامل لي ايه؟ طبعا احنا عشان موجودين هنا تقوم انت خارج بكيو باين. حلو، بكيو خرجك من الجزء ده. تمام. حلو. احنا دلوقتي فين؟ على الماستر على ما اعتقد، يعني مش عارفين. تعالوا نقوم عاملين كده اهو برانش، هيقول لك ان انت على الماستر. حلو. لو جينا نلاحظ احنا عندنا 2 كومنت. ركز معايا على الكود الاخير ده، ده اسمه 778 وده اسمه 39 اي. احنا عايزين نيجي عند مين؟ عند ال 3 او ال 35 اي. هنيجي هنا نقوم عاملين ايه؟ كده هو بسيط، هنقول ريسيت ونقوم عاملين 2. تمام. هنا عمل لك ايه؟ ديليت لفايل 3 وفايل 4. لو جينا قلنا جيت لوج، لو جيت تلاحظ 935 اي ده اللي موجود. طب ده انهي واحد فيهم؟ ده اهو
اللي هو التالت. يبقى هو عمل ايه؟ حذف الاولاني وحذف التاني، واداك معلومه بسيطه كده، قال لك ايه؟ ان انت عندك unstaged changes موجوده، اللي هو ايه؟ فايل 3 وفايل 4. فلما انا قلت له 2 حذف 2 ورجع فين؟ رجع عند ايه؟ الكومنت ده. تمام؟ حلو. ودي الحاله الاولى من حالات ريست. دلوقتي تعال نتكلم عن الحاله الثانيه. لو انا جيت قلت له ايه؟ جيت ريست، وكنت بقول له هنا عادي هيد، وقلت له مثلا واحد. حلو. قال لك الحاله الثانيه ان انت بتكتب حاجه اسمها داش داش سوفت. معلش عشان ما عملتش مثلا. نيجي هنا تاني تقول له داش داش سوفت. تعالى قبل ما ننفذ الامر ده نعمل جيت ستاتس ونشوف احنا عندنا ايه كام حاجه. قال لك ان انت عملت ديليت لفايل 3 وفايل 4 وعندك انتراجد للفايلز دي. تمام. وطبعا قلنا الديليت اللي عملناها دولت للكومنت اللي كانت اتعملت، انت حذفت الكومنت فانت بالتالي حذفت الحاجه اللي كانت معموله معاها. تمام. فان هنا النوت ستيج ديت اللي كانوا موجودين اللي هم التلاته واربعه اللي احنا عاملينهم. تمام. تعالى بقى نعمل حاجه تانيه، وليكن نضيف ثلاثه مثلا، فنقول له جيت اد تيست 3 دوت تي اكس تي. انا عملتها 3 اد 3 دي. تمام. تي اكس تي، واقول له جيت كومنت داش ام، واعمل له المسج ايه مثلا؟ ايه؟ اد مثلا تيست 3. تمام. فبالتالي عملت كومنت ليه. تيست 3 ده موجود فين؟ بعد مرحله الستaging اريا. تعالى بقى نستخدم الحاله الثانيه من الريست، وان انا اعمل جيت ريست. خلي بالك دلوقتي اخر كومنت دلوقتي اللي هو ايه؟ تيست 3. حلو. لو انا جيت قلت جيت ريست وقلت داش داش سوفت هيد، واعمل لي البوينتر بتاعي كام؟ واحد. تمام. تعال نشوف ده عمل ايه. جيت ستيتس. حلو. انت دلوقتي عندك تيست 4 بس. حلو. بحيث لو انا عملت هنا جيت لوج. حلو. هبص على اد فايل 4. حلو. هنا عمل حاجه مختلفه شويه. انت لما كنت بتستخدم ريست هنا كانت بترجعك خطوتين، بترجعك لحد فين؟ الوركينج دايركتوري. اما هنا رجعتك حاجه واحده بس، رجعتك للستaging اريا. يعني هنا بيقول لك ان انا عندي changes to be committed، يعني رجعتها للستaging اريا. تمام. الحاله الثالثه نبدا نتكلم عنها، اللي هو لو انا جيت هنا وقلت لك ايه؟ جيت كوميت. فبالتالي لو جينا عملنا هنا جيت ستاتس هلاقي ان هو مش موجود عندي في ايه؟ في الكومنتس. طيب حلو. لو جيت هنا وقلت لك انا عايز ايه؟ اجرب النوع الثالث. حلو. تعالى هنا نعمل مسافه. يعني انا عملت هنا حاجه ثانيه. تمام. وبدل سوفت هكتب هنا ايه؟ هارد. واخر كومنت هبدا اشتغل عليه. نعمل جيت لوج. لو جيت هنا قمت هعمل اد، عملت جيت اد لتيست 4 دوت تي اكس تي. تمام. احنا دلوقتي بنتعامل مع ايه؟ فايل 4. وقلت لك اعمل جيت كوميت داش ام. قلت لك اعمل هنا ايه؟ اد تيست 4. تمام. هنيجي هنا نقول ايه؟ جيت لوج. هلاقي ان اخر حاجه عندي ايه؟ اد تيست 4. تمام. يعني الهيد واقف هنا. طيب. هتلاقي ان هو ساعات ممكن ما يخرجكش من هنا، تضغط ايه؟ كيو عادي وهيخرجك. حلو. هنيجي هنا نعمل نستخدم الحاله الاخيره من ريست، وان انا هعمل جيت ريست داش داش، وهكتب بدل شيفت هكتب ايه؟ هارد. هعمل هيد واعمل واحد مثلا. تمام. قال لك دلوقتي ان انت عندك الهيد موجود على ايه؟ مش عارف فايل 4. طب ده معناه ايه؟ تعال نشوف. ولو جيت تلاحظ الملف هنا اتشال. يعني لو جيت هنا عملنا جيت لوج هتلاقي ان هو رجع فين؟ لفايل 4. طب تعالى كده نجرب نعمل جيت ستاتس يكون ايه اللي موجود. حلو. قال لك انت عندك جيت ستاتس عملت حاجه مختلفه جدا، عملت كلين للوركينج دايركتوري كله.
او بمعنى اصح عمل الكلين للكل اللي فات. يعني كان هنا لما كنت بعمل ستيتس جيت ستيتس كان بيجيب لي هنا ايه؟ ان انا عندي ملفات ما اتعملتش، عندي مش عارف كذا. لا، لما بستخدم، ودي اشد حاجه ولازم اكون حذر وانا بتكلم معاه، لو عملت داش داش هارد هي هتعمل بحسب الوركينج دايركتوري كله، وهتحذف كمان الستaging اريا. هنتكلم بقى عن اخر جزء عندنا، ازاي اعمل ديليت لاي برانش. تمام، انا دلوقتي اكتشفت ان انا عندي ايه، خلاص البرانشز واشتغلت عليها والدنيا دي كلها والدنيا تمام، ونقلت البرانشز ومش محتاج البرانش ده، ويفضل ما يبقاش معاك برانشز كتيره عشان ما تتلخبطش. فلو جيت انا قلت جيت برانش، حلو، هيعرض لي ان انا عندي ايه 5 برانشز. تمام، فرضا دلوقتي انا جيت عايز احذف برانش منهم، انا خلاص اخدت منه التعديلات ومش محتاجه، وليكن حد شغال معايا في البرانش ده وانا كنت ضايفه على البرانش ده. تمام، خلاص بعد ما خد مني التعديلات وسلم التاسكات وكل حاجه خلاص المشروع، بس ممكن احذف البرانش بتاعتي. قال لك بتعملها عن طريق حاجه، وهي ان انا بكتب جيت برانش داش دي. تمام، وبكتب ايه اسم البرانش اللي انا عايز احذفه، وليكن تيست. حلو، اعطاك حاجه كده هنت كده، وتعالى نفهم ايه معنى الكلام ده. هنا بيقول لك if you are sure you want to delete it run كذا داش دي بالكابيتال. تمام، وجاي قال لك error the branch test is not fully merged، ودي حاجه حلوه جدا. هتقول لي ازاي؟ هنا بيديك انذار ان لو في حاجات ما تعملهاش ميرج مع الماستر، او ما تعملهاش ميرج عامه، او لسه في اعدادات مش موجوده عندك. هو مجرد بيعمل حاجه مختلفه جدا. بيعمل ايه؟ بيشوف الميرج بتاعك زي ما يكون كده، بيمسك قصدي الاثنين برانشز وبيقارنهم ببعض. وليكن انا ماشي ماسك ايه الماستر، هو انا عايز احذف لايه التست. هو بيبدا يمسك الاثنين برانش ويقارنهم ببعض، هل كل التعديلات اللي موجوده في البرانش اللي عايز يتحذف موجوده في البرانش الاساسي ولا لا. طبعا لو انت عايز تخلص من وجع الدماغ ده تيجي تعمل كده اهوت، وتقوم عامل ايه، حتى لو التعديلات مش تهمك تيجي تعمل كده، تقوم عامل داش دي ويحذفها فورا.